السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في صحة جيدة واحوال طيبة، ويلقاكم هذا لا فيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. بسم الله، غادي نبداو ان شاء الله في هذا لا فيديو هذا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. المهم اليوم جيتكم بفائدة اخرى، غادي تستعملوها ان شاء الله قبل شهر شعبان، وغادي تنتظروا الخيرات ان شاء الله ان شاء الله باذن الله السميع العليم. في شهر شعبان ان شاء الله بحول الله. هذه الفائده هذه اليوم اللي جيتكم بها هي سوره قصيره فقط في القران، ولكن عندها واحد المزايا وعندها واحد الدلالات. وهذه السوره هذه راه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من داوم على قراءه هذه السوره الملائكه تعرفه. يعني غير داوموا على هذه السوره، واخا غادي تستعملوا هذه الفائده هذه بهذه الطريقه هذه، ولكن من بعد غير بقاو كتقراوها، لان هذه السوره عظيمه عظيمه، لانه هذه السوره هذه كتعادل ثلث القران. شوفوا، سبحان الله، المزايا والفوائد ديال هذه السوره هذه، رغم انها كيف ما قلت لكم سوره قصيره جدا، اللي هي سوره الاخلاص. سوره الاخلاص يعني سوره قصيره، سوره يعني كنا حافظينها. وغادي ندخل دابا مباشره في شرح الفائده كيفاش غادي تستعملوها ان شاء الله. الدعاء راه شي حاجه زوينه، خصوصا هذا الدعاء هذا اللي غادي نعطيكم في التالي، راه زوين صدقوني. بالنسبه للناس اللي عندهم امور متعسره، عندهم مشاكل زوجية، عندهم مشاكل في العمل، عندهم مشاكل في التجارة، عندهم مشاكل هكايا. كاين اللي بغى يتزوج وما عندوش المال، كاين عدة أخوات كينتظروا الزوج الصالح، كاين عدة أخوات وإخوان كينتظروا الذرية الصالحة. ما عليكم غير غتطبقوا هذه الفائدة هذه إن شاء الله، وغتنتظروا البشارة بحول الله السميع العليم في شهر شعبان. المهم، قبل كل شيء حبيباتي واعزائي، كنتمنى الدعم ديالكم باللايك ديالكم للفيديو. راكم كتبخلوا عليا وما كتعملوش اللايك، وما كيطلعش الفيديو عند ناس اخرين باش يشوفوه حتى هما ويستافدوا، وتا نتوما غديو الاجر والثواب. غديو اجر غير باللايك، غادي باش يتبارطاجا هاد الفيديو هذا يوصل لناس اخرين، وتا هما لا شافوه غيقول لكم الله يرحم والديكم على البارطاج ديالكم الفيديو. المهم، دابا هبطوا لتحت، اعملوا جيم للفيديو او لايك للفيديو قبل كل شيء، ولكم جزيل الشكر والثواب فضلا وليس امرا اعزائي. المهم، سوره الاخلاص كيف ما قلت لكم غندوز في شرح الفائده مباشره. عندنا السوره اللي هي سوره الاخلاص، غادي نقراوها 11 مره، واسم من اسماء الله الحسنى اللي هو يا وهاب. شوفوا العظمه ديال الله سبحانه وتعالى، يا وهاب، لانه شكون اللي كيوهبنا اي حاجه؟ هو الله سبحانه وتعالى. يا وهاب غادي نقراوها 45 مره. والدعاء غادي نقراو 7 المرات. الدعاء اللي هو هذا، وتجيبوا ورقه وستيلو وتكتبوا كاع هادشي اللي كنقول لكم. الدعاء 7 مرات: اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان توفقني للخير وتدلني على الخير وتيسر لي الخير حيث حللت. هذا هو الدعاء 7 مرات. انا غادي نعاود لكم شرح الفائده. سوره الاخلاص 11 مره، يا وهاب 45 مره، الدعاء 7 مرات. اسالك باني اشهد انك انت لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان توفقني للخير وتدلني على الخير وتيسر لي الخير حيث حللت. هذا هو الدعاء. كنتمنى تعم الفائده عليكم كاملين ان شاء الله، وانتظروا الخير والبشاره من عند الله سبحانه وتعالى. بعد ما تكملوا هذا الدعاء وتكملوا هذه الفائده كامله، غادي تهزوا هكا راسكم عند الله سبحانه وتعالى فوق للسماء، وتطلبوا جميع الاماني ديالكم، وبحول الله السميع العليم ان الله غادي يوفقكم جميعا يا رب الخير والخيرات والقضاء الحوائج ديالكم باذن الله السميع العليم. اللي عنده شي امنيه في قلبه غير يرفع كاع حد الصور اللي كنعطيكم، غير ديروهم
كونوا اكيدين ان الله سبحانه وتعالى غادي يعطيكم الخير، غادي يوفقكم ليه، سواء في هذه الصوره سواء في الصوره اللي قلت لكم كاملين. غير ديروا، بنادم يدير السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. ما غتعرفوش الخير فوقتاش غادي ينزل عليكم باذن الله. نتوما غير قراو بالنيه ديال داكشي اللي بغيتو، وصدقوني سبحان الله العظيم راه الله كيقول لنا ادعوني استجب لكم. يعني بنادم خصو يكون ملحاح في الدعاء ديالو، ماشي غير يقولوا غير مره واحده ويقول صافي راني قلت ما قداش لي الله الغرض. لا 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 لا، حنا خصنا نكونوا صبورين، والله راه كيصبر معنا اكثر من حنايا كنبقاو غير ندعيو غير مره واحده ونقنطوا. لا تقنطوا من رحمه الله، يعني الله راه معنا دائما، ديما خصنا ندعيوه، ديما نطلبوه، ديما الاستغفار. وهذا الدعاء وهذه الفائده غادي تقوموا بالاستعمال ديالها، سواء بعد الظهر تكونوا طاهرين موضين ثياب نظيفه ومتجهين الى القبله، او لا بعد العشاء. احسن حاجه هي بعد العشاء تكونوا مودين طاهرين لابسين ثياب نظيفه ومتجهين للقبله واستعملوه. الله يوفقكم ان شاء الله تعالى للخير ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعليق ديالكم الجميله بالصلاه والسلام على رسول الله في الكومونتير لتحت، او بالدعاء ليا ان شاء الله بالخير في لي كومونتير لتحت. وفقني ووفقكم الله للخير والاحلى حاجه بغيتوها ان شاء الله.